بص، لو انت زهقت وكل سنة بتحاول تحط اهداف وبتحاول تحسن من نفسك بس ما بيحصلش حاجة، وبيبقى عندك حماس اول اسبوع 2 3، بعد كده الشهر بيجيب شهر بتلاقي السنة خلصت وما عملش اي حاجة من اللي نفسك تعملها. في الفيديو ده هنقطع ونصغر فكرة الاهداف وازاي نعملها وازاي فعلا يبقى عندك استمرارية ان انت تخلص السنة دي نسخة افضل من نفسك. اول حاجه الرؤيه، لازم يبقى عندك رؤيه. اعمل لك كوبايه شاي كده او كوبايه قهوه واقعد وهات ورقه وقلم وابدا اكتب الرؤيه اللي انت عايز توصل لها. وخلي بالك الرؤيه دي الشمسيه الاكبر للاهداف. من الحاجات السهله اللي تخليك يبقى عندك رؤيه او فيجن لمستقبلك عامل ازاي هو انك تتخيل نفسك كمان 5 سنين. ومش قصدي السؤال الكليشيه بتاع الانترفيو ده اللي هو شايف نفسك فين كمان 5 سنين، لا، انت عايز حياتك تبقى عامله ازاي كمان 5 سنين. عايز تبقى بتصحى تعمل ايه، تبقى عايش فين، حياتك عامله ازاي، شغال شغلانه شبه ايه، تدرس دراسه عامله ازاي. دي الرؤيه العامه اللي انت بتحاول تتخيلها لشخصك كمان 5 سنين. وخلي بالك الرؤيه بتبقى نظره شامله او نظره عامه ما فيهاش تفاصيل صغيره. عايز ابقى معايا الفلوس الفلانيه دي مش رؤيه. عايز ابقى بشتغل في المكان الفلاني دي مش رؤيه قوي. الرؤيه هو انت كشخص كمجمل عامل ازاي. الاهداف بقى الكتير بقى هي اللي هتوصل الرؤيه دي، بس وجود رؤيه عامه هتساعدك تحط اهداف. وفي وجهه نظري لما نيجي نتكلم على الاهداف تلاقي سيستمز وانواع كتير قوي الناس بتحط بيها اهداف، زي مثلا السمارت جولز. اس يعني سبيسيفيك يعني محدده، ام يعني ميجربل تقدر تقيسها، اي اكشنبل يعني تقدر تاخد فيها اكشن فعلا، اور رياليستيك او ريليتبل يعني حاجه ليها علاقه بيك فعلا او واقعيه انها تحصل، وتي تايم ريليتد يعني تقدر تحط لها زمان محدد. في وجهه نظري الطريقه دي كويسه قوي لو انت عندك بيزنس او شركه او حاجه زي كده، لكن لما بتيجي تطبق على البني ادمين في وجهه نظري الشخصيه بحب اقسم اهدافي زي الشجره كده لافرع مختلفه. واول فرع هو الهيلث او الصحه، لان ده غالبا اكتر فرع احنا بنهمله ومش بناخد بالنا منه. في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده احنا بقينا ناكل اكل وحش جدا، وعادات حياتنا وشغلنا بقت مضره جدا. يعني غالبا بنفضل ناخد الاسانسير عن ان احنا نطلع على السلم، غالبا لو مشوار بياخد 5 دقايق مشي بنركب له مواصله، غالبا بناكل اكل اغلبه مقلي فيه سكر كتير مش صحي وهكذا. فدايما بحب احط اهداف ليها علاقه بالصحه، سواء وزن معين عايز اوصل له، اكل معين عايز ابتدي اكله، سواء رياضه عايز اتعلمها واحسن نفسي فيها، اي حاجه ليها دعوه بالصحه اهدافها بتكون تحت الصحه. وفي رايي الحاجه التانية اللي لازم برضو نركز فيها هي السبيريتواليتي، وهنا ده الجزء اللي ليه علاقه بالروحانيات، سواء الروحانيات دي دينيه، عايز تصلي اكتر، عايز تصلي بانتظام، عايز تقرا قران، عايز تقرا انجيل، عايز تقرا في الدين عامه، او حاجات ليها علاقه بدماغك بصحتك النفسيه بالمديتيشن او تامل عايز تعمله اكتر، اي حاجه ليها علاقه بروحانياتك ونفسك من جوه. وانا شايف ان ده جزء مهم جدا للاسف بنهمله كتير، وبننسى ان اللي ممشي حياتنا وجسمنا هو ما جوه الجمجمه دي، وبنهمله ما ندلوش الاهتمام اللي محتاجه عشان يقدر يقوم المكنه بتاعه جسمنا وحياتنا دي كلها. وقبل ما نخش على الاهداف الجايه انا عايزك كده تديني 1 لايك عشان ده بيساعد الفيديو يطلع لناس اكتر، ماشي؟ والجزء الثالث هيبقى الفاميلي والريليشن شيبس، العائله والعلاقات، سواء العائله دي مامتك باباك اخواتك اهلك جدتك، او سواء انت في علاقه او خطيبتك مراتك اصحابك صاحبتك. اهداف ليها علاقه بده، عايز تحسن علاقتك بحد، عايز تقرب علاقتك بحد، حد انت مقصر معاه عايز تبقى موجود اكتر، حد محتاج تتواصل معاه احسن، حد محتاج تزوره اكتر، حد محتاج ترفع سماعه التليفون وتكلمه في وقت اكتر. هنا بتيجي الاهداف دي، لان دي حاجه مهمه. احنا في الاخر بني ادمين واحنا بطبعنا ومخنا مش متعودين نعيش لوحدنا، ومن اكتر الحاجات اللي بتعذب الانسان هي الوحده وانه يعيش لوحده. فمهم قوي ان علاقتك بالناس دي تبقى كويسه، وابدا دايما بعيلتك، سواء العيله دي مامتك وباباك واخواتك، او سواء العيله دي خطيبتك او مراتك او الشخص اللي انت بتكون معاه عيله، لان ده دايما السند اللي انت بتلجأ له وبتسند له وقت ما بتكون واقع، وده دايما الناس اللي فعلا هممها مصلحتك وبتحبك، حتى لو في بعض الاوقات بيعبروا عن ده بطريقه مش كويسه. ده ممكن نبقى نتكلم فيه في فيديو تاني. يجي بقى الجزء الرابع وهو الكارير، وده الجزء العملي، سواء انت بتشتغل او سواء انت بتدرس. عايز تعمل اهداف ليها علاقه ايه بشغلك، عايز تترقى في شغلك، عايز تحسن حاجه في شغلك، عايز تجيب نتيجه معينه في مذاكرتك، عايز تخش جامعه فلانيه
فلانيه، عايز تتخصص في حاجه، عايز تعمل دراسات عليا، كل ده هيجي تحت الحته بتاعه الكارير او الجزء العملي. واخر جزء وليس اخيرا هو البيرسونال جروث، التطور الشخصي. انت كشخص عايز تعمل ايه بقى؟ عايز تنمي مهاره معينه، عايز تتعلم حاجه جديده، عايز تقرا كتب معينه، حاجات ليها علاقه بتطورك انت كشخص. لان مهم قوي تكون بتبص لده. لو انت شخص ما بيتطورش، ما بيحسنش من نفسه، بالذات في الزمن اللي احنا فيه ده، زي ما بيقولوا كده الاكسبايري بتاعك هيبقى سريع. هتبقى شخص عادي بتشتغل شغل عادي، في علاقه عاديه، في حياه عاديه. وخليني افكرك ان انت بتعيش حياه واحده بس، فحاول ما تبقاش حياه عاديه. وبكده انت بقى عندك رؤيه وعلى اساسها حطيت اهداف. ولكن خليني اقول لك ان الاهداف لوحدها مش كفايه، لان الاهداف من غير خطه هي مجرد حلم. وهنا يجي السيستم ده هو اللي هيوصلك في الاخر للاهداف. في كتاب اتوميك هابتس جيمس كلير الكاتب بيقول ان لما فرقتين بينزلوا يلعبوا قدام بعض، هما الاتنين عندهم نفس الهدف، هما الاتنين عايزين يكسبوا. فبالتالي الهدف لوحده مش كفايه، لازم تكون عامل له خطه وسيستم. وهنا يجي دور العادات من الاخر هي الحاجات اليوميه اللي انت بتعملها اللي يوم عن يوم بتقربك للاهداف دي. يعني مثلا لو انت هدفك في الصحه انك توصل لوزن معين، مش هتصحى كل يوم تحاول توصل للوزن ده، لازم تبدا تاكل اكل صح، لازم تبطل عادات انك تاكل اكل من بره، لازم يبقى عندك عاده انك تلعب رياضه كام مره في الاسبوع. فبالتالي العادات اللي انت بتحاول تبنيها دي هي دي البلوكات الصغيره اللي بتبني المبنى الاكبر اللي هو الهدف اللي انت عايز توصل. والعادات دي اصلا ممكن تحتاج فيديو 2 3 10 عشان نقعد نشرحها وازاي نزودها وازاي نطورها. فلو حابين حاجه زي دي ممكن تكتبوا لي في الكومنت. بس من الاخر كل ما انت بتزود العادات بتاعتك ويبقى عندك عادات صحيه اكتر او عادات بتقربك لاهدافك اكتر، كل ما اوتوماتيكلي هتلاقي نفسك بتوصل لاهداف. فكره انك يبقى عندك سيستم اوتوماتيكلي بيحصل في يومك من غير ما تفكر فيه، بس في نفس الوقت ليه علاقه باهدافك وبالرؤيه اللي انت حاططها، هي دي اسهل واحسن واسلم طريقه تقدر توصلك لاهدافك على المدى البعيد. ودي اكتر حاجه هتساعدك على الاستمراريه، لان وجود هدف فقط من غير ما يكون ليه خطه او وجود ليه سيستم مش هيوديك لحته. ما تنساش بقى بالمره تشترك في القناه قبل ما نخش على النقطه الجايه. اخيرا وليس اخيرا هو المتابعه، انك محتاج كل فتره تتابع نفسك، يفضل كل اسبوع تقعد كده مع نفسك قاعده رايقه وتبص انا عملت ايه قربني لاهدافي، وعملت ايه بعدني عن اهدافي، ايه من العادات اللي انا بحاول ابداها نفع، وايه من العادات اللي حاولت ابداها ما نفعش، طب ازاي اقلله او اخليه حاجه ابسط لحد ما اعرف ارجع للعاده دي تاني. ما تكونش في اللحظه دي برضو قاسي على نفسك، انت بتحاول تحقق اهدافك، مش قاعده جلد ذات وعذاب للنفس خالص، لا انت بتحاول تساعد نفسك تاني انك ترجع تظبط العادات دي عشان تعرف توصل للاهداف اللي انت نفسك توصل لها. بس من غير متابعه لما بيقع منك حاجات ما بتاخدش بالك، وفجاه بتلاقي فات 6 شهور وانت ما رحتش الجيم، زي اشتراك الجيم اللي انا بقعد ادفعه ده وما بروحش خالص. حاول كل فتره تكون بتبص كده اخبارك ايه، حققت ايه، ما حققتش ايه، وعرفت ايه تحقق. طبعا في 200,000 حاجه تانية تقدر تساعدك توصل لاهدافك، بس ده مش مكانها في الفيديو ده، زي الناس اللي حواليك وزي اختيارك لاصحابك وزي تخلصك من العادات القديمه وانك تكسب عادات جديده وهكذا. وده ممكن نتكلم فيه في فيديوهات تانية. قبل ما امشي مش هوصيك ما تنساش تتفرج على الفيديوهات القديمه وتتفرج على الفيديوهات الجديده وتشترك في القناه. سلام.